الناس اللي بتحب الموبايلات السامسونج، مع احترامي ليكم، هو موبايل اوبن سورس ومفتوح، بتعرف تنقل ملفاتك وبتعرف تعمل كل حاجه. بس انا حاسس ان الكاميرا بتاعت السامسونج مش حلوه خالص في الاضاءه المنخفضه. يعني لو الاضاءه مش حلوه الفيديو بيبقى منغمش كده، او بالليل بتبقى الكاميرا مش حلوه مع السناب شات مش حلوه. طيب انا بحثت في الموضوع دوت وعملت سيرش وعرفت ايه المشكله ديت، وعرفت ان في حاجه اسمها اي بي اي اللي هو الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. دوت حاجه زي البروجرام بتاع الكاميرا يبقى مظبوط مع السوفت وير بتاع الاندرويد. فدوت ما بيبقاش مظبوط في معظم الابلكيشنز، بس في الابلكيشن بتاع الكاميرا الاساسي مظبوط. طيب في الايفون بقى، الايفون كل الابلكيشنز مظبوطه. ليه؟ لان هما بينزلوا موديلات قليله. فكاميرا الايفون حلوه قوي، بس الموبايل ضيق قوي، ما بتعرفش تنقل ملفاتك، ما بتعرفش تنتج كتير. لو انت واحد بتعمل ريلز كتير مش هتعرف ان انت تستخدم الايفون بجد. فيعني يا ريت حد يا جماعه يرد عليا ويقول لي الموضوع ده انتوا رايكم ايه فيه، شايفين الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا ايه؟ طب يا جماعه، يعني ما كانش ينفع ان هم مثلا يخلوا السامسونج في كاميرا الايفون، يعني او يعني بجد، او يخلوا مثلا الايفون في اندرويد او في السوفت وير بتاع السامسونج بس بنفس الكاميرا بنفس الكواليتي؟ يعني ما كانش ينفع يعملوا كده خالص؟